بتفتي وهي غير مؤهله للفتوى، يقول لك ده حرام ده حلال، اصل انا سمعت مش عارف مين بيقول كذا، اصل كان بيقول في المسلسل مش عارفه ان كان حرام ولعناه وان كان حلال شربناه. حاجه منتهى الاسفاف ومنتهى اللا مرجعيه ومنتهى اللا اخلاق. فلما تيجي بقى تسمعي عن جريمه قتل او جريمه اغتصاب او جريمه تحرش، ما تجيش تقولي ايه اللي وصلنا لكده. اللي وصلنا لكده لما تقفلي انبوبه الاكسجين على مريض هيموت، فانت قافله عليه كل اللي بيقول له الحرام والحلال. الام والاب نفسهم مش فاضيين، مش متفرغين. الام مطحونه في البيت وعماله تجري وتنظف وتاكل وتستنى اللي هيجي من المدرسه، وهتودي نادي وهتودي درس وهتودي مش عارفه سباحه تمرين وقصص كده غريبه دخلت علينا. والاب مطحون بره في اكل عيشه، عايز يجي يلاقي كلمه حلوه ولقمه حلوه ويشتري دماغه، مش عايز مشاكل ومش عايز، ما عادش عنده وقت ان هو يقعد. فين زمان لما كنا بنقعد بالعيال كده كل اسبوع نقرا سوره الكهف ونقول كلمتين حلوين وندي فيهم القيم، وايه رايك في كذا، ومين اللي لفت نظره ايه، ومين اللي عايز يقول حاجه في الايه، ومين اللي سمع مش عارف ايه، طب حد يحكي لنا حاجه، طب انت عليك تقرا لنا حاجه في السيره، وانت عليك تحضر لنا حديث. فين الكلام ده فين؟ يعني صراحه الوضع بقى مأساوي. ويا بنات، البنات المقبلات على الزواج اللي معانا على الجروب هنا، الحقي اقري في التربية، الحقي اقرأي في الحرام والحلال، الحقي اقرأي في استقرار البيوت، اقرأي في حسن التباعل، شوفي واتفرجي على اليوتيوب يعني ايه زوجة صالحة، يعني ايه اذا نظر اليها اسرته وان امرها اطاعته. اقرأي في الحاجات دي علشان اصبح عندنا مصيبة في موضوع الندية والموازاة. البنت داخله تتجوز راسها براس الولد، يعلي صوته اعلي صوتي، يناقشني اناقشه، يجادلني اجادله، طلب مني حاجه اطلب منه حاجه. والله البيوت ما بتتعمر كده ابدا، البيوت ما بتعمرش كده ابدا. البيوت ود وسكن، البيوت قوامه، البيوت رحمه، البيوت قوارير رفقا بالقوارير. كل القيم والمبادئ والمفاهيم والتعليمات اللي بتبني أسرة سعيدة سليمة نفسيا واجتماعيا وماديا اندثرت، ما عادش حد بيتكلم فيها ولا عاد شبابنا بيدور عليها. بيدور الوقت على البنت الجميلة الميسورة اللي هيقدر يقضي معاها وقت كويس، لكن اللي هتربي له ولاده وتصون عرضه وتصون بيته وتصون ماله ويلاقي معاها رجولته ان هي بتخضع له بالقول وبتفوت له او بتعمل حساب القوامة او الرجولة. ما هياش راجل مش متجوز ابن خالته ولا متجوز اخوه الصغير، ده متجوز زوجة فيها ود وسكن ورحمة، اذا نظر اليها اسرته وان امرها اطاعته فيما لا يغضب الله. وقع مننا حاجات كتير قوي، وقع مننا اعداد بناتنا للزواج، وقع مننا اعداد اولادنا الصبيان الشباب للشارع، ازاي ما يتظلمش، ازاي ما يضحكش عليه، ازاي ما يتخدش حقه ويسكت بس بطريقة كويسة، ازاي يرد رد مؤدب يحرج اللي قدامه، ازاي يرد رد يدي للي قدامه درس في القيم والاخلاق وهو ما غلطش فيه ولا اساء اليه. وقع مننا حاجات كتير قوي في اعداد الاسر من جوه، وقع مننا حاجات كتير في العلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة، بقى في عصبية، بقى في زعيق، بقى في مشاكل على اتفه الاسباب، ممكن نتخانق. والله زمان افتكر ان في واحد طلق مراته بسبب 50 جنيه، كان معاه 50 جنيه مجمدة والراجل الدليفري عايز الفلوس، فبتقول له قال لها معيش الا 50 مجمده ليه وليه، قالت له طب اعمل ايه الدليفري بره، والله اتطلقوا وشغلوا المحاكم بسبب ال50 جنيه. لان احنا ما عندناش عقل، ما عندناش عقل. ليه؟ لان ما عندناش دين. ما هو الدين هو اللي بيبلور العقل ويقنعه بقناعات الرضا وقناعات الاحترام وقناعات القوامة وقناعات السكن وقناعات الإيمان. يعني ليه ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. طب ايه علاقة الصيام بالتقوى؟ وايه هي التقوى اساسا؟ يعني سيدنا الامام علي بن ابي طالب لما عرف التقوى قال هي الخوف من الجليل،
خافي من ربنا. والعمل بالتنزيل، وتعملي بالقرآن. شوفي ايه حرام ما تعملوش، ايه حلال تعمليه. والاستعداد ليوم الرحيل، ما تتكلبيش على الدنيا ويبقى همك الدنيا وتتخانقي على الدنيا. ليه؟ لان انت عارفه انك رحله، كده كده رحله، مش هتاخدي معاكي حاجه. لبسك الانيق الشيك اللي بتكويه وتلبسيه وتشوفي تعملي الاوتفيت بتاعك مناسب ولا مش مناسب، مش انت اللي هتخلعين نفسك. وما تعرفيش مين هيخلعهولك ومين هيحميك ومين هيغسلك وامتى هتخلعيه في المكان انه، امتى يجي اجلك الله اعلم. فالتقوى زي ما الامام علي رضي الله عنه قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هي دي التقوى. طب ايه علاقة الصيام بكل ده؟ العلماء اثبتوا ان اقرب فترة يكون العبد فيها فقير الى الله وضعيف الى الله لما يكون هزيل جسديا. علشان كده لما تلاقينا عيانين وبنموت وخلاص يجوا ياخدوا رأينا في حاجة نعمل انه لهم اي حاجة اللي انتوا شايفينه مش مشكلة، اي حاجة مسلمة بقى الراية البيضة خلاص. واول ما تحسي بشوية قوة كده وتنتعشي والروح تدب فيكي، هو ده ايه؟ لا 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 بلاش كذا، خلوها كذا. ايه ده؟ ما انت كنت حالا اي حاجة. ليه؟ لان انت كنت في اضعف حالاتك الجسدية واقرب حالاتك الايمانية. فكل ما الانسان بدأ ربنا يظهر عليه نعمه سواء كانت في جسده او في صحته او في ماله، بتلاقيه بيتجبر وقلبه بيأسى ونسب التقوى عنده في الحضيض. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. عارفه انت البغي بقى الظلم بيتجبر. والله يا بنات، والله زميله ليا بتقول لي هي جميله ما شاء الله، جميله الجميلات، وما قابلتهاش من ايام جامعه، كانت ليلى علوي الدفعه بتاعتنا. فجاه كده قدرا